على فكرة انت شكلك هتبقى موهوب قوي كمذيع راديو. ليه ما بنمشيش ورا احلام الطفولة ونوصل لها؟ ليه ما بنحققهاش وما بنمشيش اصلا وراها؟ وانا صغير كنت بحلم احلام كتير جدا، منهم ان انا اكون كاتب كبير معروف ومشهور. كنت بحلم اكون مذيع راديو مكسر الدنيا. كمان حلمت اكون بطل رياضي كبير قوي في الملاكمة. احلام كتير بس كل حلم منهم كنت بتخيله في لحظة الانتصار والاحتفال. الكاتب وهو مشهور بيوقع الروايات للمعجبين، المذيع والناس كلها بتتصور معاه والناس مستنياه ينزل حلقة عشان يسمعوها على طول. كل الحاجات دي كنت بستناها في اللحظات النهائية، في الفصل الأخير من القصة، لحظة الاحتفال والشهرة والفلوس والمعجبين. ما كنتش بتخيل المراحل اللي في النص، ما كنتش بتخيل الملاكم ده قبل ما يبقى بطل، ما كنتش بتخيل اللكمات اللي أخدها في وشه. ولأني بتعامل مع النجاح بالشكل ده، فكنت دايما بتخيل ان النجاح بيحتاج موهبة استثنائية. فالموهبة دي ان شاء الله تكون عندي، وانا بس محتاج حد يعرفني او يأكد لي، يديني ختم انه الموهبة دي عندي. فمثلا في الكتابة حد يقرأ حاجة عادية كاتبها ويقول لي انت كده تنفع تبقى كاتب كبير. او حد يشوفني، مجرد يشوفني ويسمعني بقول كلمتين فيقول لي على فكرة انت شكلك هتبقى موهوب قوي كمذيع راديو. كنت متخيل الدنيا بتمشي كده، وانه الناجحين بيبقوا موهوبين وفي حد بيقدر يقول لهم انهم فعلا موهوبين وبيديهم الختم بالموضوع ده. مع ان واقع الامر مختلف عن كده. يعني في الحياة بتكتشف ان اغلب الموهوبين او الناس الناجحة اللي حققت نجاح كبير قوي مش بس ما اخدوش ختم بكده، ولا كان في نبوءة بتقول لهم انهم هيبقوا احسن حاجة في الموضوع. ده في منهم اللي تعرض للتشكيك. يعني انا فاكر قريت مرة في كتاب بيحكي عن احمد زكي انه هو في بداياته لما كان بيحاول يعمل دور طه حسين، كان في ممثلة كبيرة معترضة على انه خريج الصنايع هيعمل دور دكتور. احمد زكي اللي هو بالنسبة لي يمكن افضل ممثل في الدنيا، احمد زكي بيتعرض للتشكيك في موهبته اللي هي استثنائية فعلا ومعروفة ومشهود له بيها من كل الناس. بيتعرض للتشكيك، مش بس تشكيك بحاجة ليها معنى، ده تشكيك بحاجة عكس فكرة التمثيل. هو يعني ايه خريج الصنايع ما ينفعش يكون دكتور؟ يعني هي الفكرة في التمثيل انك هتعمل دور اي حد، مش هنجيب الدكتور يعمل دكتور. هو كده فين التمثيل؟ مش بس كده، انت بتكتشف ان ملاكم اسطوري زي مايك تايسون بيتدرب تدريب شاق جدا. يعني الحكايه مش انه مجرد حد شافه فقال الراجل ده ملاكم، ده هينفع يبقى ملاكم وهيكسر الدنيا، هاتوه ادوله جلافز دخلوه على عالم الملاكمه هيكسب بطوله العالم. الحكايه مش كده خالص. كان بيتدرب تدريب شاق من اول ما بيصحى الصبح، ويصحى بدري جدا عشان بس يصحى قبل المنافس فيتمرن اكتر منه ساعه واحده. Because I don't want to do it. I mean, just if the disciplines have to do things that you don't want to do. You don't want to get up 4 and run. No one wants to get up at 4 and run when it's pitch dark. It has to be done. And the only reason I do it so early is because I believe that the other guy isn't doing it. And that it gives me a little edge. الحكاية مش موهبة استثنائية بس، هو كان بيفكر فيها ان هي معادلة بسيطة، جهد وتدريب، وانه لو اتمرنت اكتر من المنافس ساعة فهي دي اللي هتعمل الفرق بيني وبينه، مش الفرق في الموهبة الاستثنائية اللي عنده. ورجوعا لأحلام الطفولة بتاعتي، لما كنت بكبر وكنت بحاول في الكتابة كنت بلاقي الموضوع صعب جدا وشاق جدا عكس ما تخيلته. كنت باخد وقت ومجهود كبير قوي لمجرد ان انا ابتدي الكتابة نفسها، مستني اللحظة المناسبة، مستني الإلهام، مستني أحسن فكرة ممكنة، مستني حاجة تعجب جميع الناس، مستني كمان المساحة اللي هنشر فيها قبل ما أكتب، مستني استقبال جماهيري وحافل بأول حاجة أكتبها. مع كل مواجهة للطريق أو مع كل مواجهة لصعوبات الكتابة كنت بتصدم الصدمة المتشككة اللي بتبتدي تكويشن هو أنا أصلا هبقى كاتب كبير ولا لأ؟ أنا كده برضو محتاج أرجع لحد يديني ختم إني هبقى كاتب كبير، عشان الموضوع غريب. أنا اتعودت أحلم الحلم من الفصل الأخير، اتعودت أو الطفل اللي كنته سوحني، خلاني دايما متصور لحظات الاحتفال والمتعة، أخذ دوبامين كتير قوي من تصور لحظة الاحتفال ولحظة الكاتب الموهوب اللي بيكسر الدنيا، الكتابة اللي بيكتبها والناس بتستناها وبتستقبلها باحتفال. ما شفتش الطريق قبل كده، وبالتالي الطريق والجهد والملل والتطور البطيء والكتابة الوحشة كل ما بتقابلني بتخليني اتصدم، عشان أنا عمري ما تخيلت الكاتب وهو واقف قدام صفحات بيضة مش لاقي فكرة، وعمري ما تخيلته وهو بيقعد بالساعات بيحاول يكتب وفي الآخر ما بيطلعش كتابة حلوة، أو بيحاول ينشر اللي بيكتبه ده في دور نشر مختلفة وبترفضه. ما شفتش الملاكم وهو بيتدرب وبيصحى بدري جدا وبيتعرض للكمات كتير جدا قبل ما بيوصل لأنه يبقى بطل عالم. أنا اتعودت أشوف اللحظة الأخيرة، فالطفل القديم اللي كان قاعد يحلم تعود يشوف الحاجات سهلة، فلما بيتقابل بالطريق بيبتدي يتساءل هو الطريق ده بتاعه ولا لأ؟
لانه مستني الموضوع يكون ممتع، موهبة بس بيجي لها لحظة كشف، كأن كل الحاجات ليها نبوءة، او كأن كل الحاجات بتمشي بنفس طريقة عمل كشافين لعيبة كرة القدم. ومش بس كده، ده الطفل اللي كنته وصاغ تصوراتك عن العالم وخلاك تتخيل ان الاحلام هي طرق سهلة او هي اللحظة الاخيرة من كل حاجة، يجيلك كل يوم بالليل ويحاسبك على الاحلام اللي انت تخليت عنها في الطريق، يبتدي يحسسك بالذنب والتقصير، لان هو الطفل القديم كان قاعد بالشورت في الليفنج بياكل ايس كريم وقدر يحلم كل الاحلام دي، فانت مش قادر تحققها مع انها كانت سهلة. واخيرا المواجهة مع التصورات الطفولية دي عن العالم، على قد ما هي صعبة وقاسية وبتواجهك بحقائق يمكن انت ما كنتش عايز تشوفها، على قد ما هي برضو بتديلك امل وبتديلك فرص، لانها زي ما بتواجهك ان انت مش استثنائي، وانه لو النجاح 12 ليفل فانت عمرك ما هتبتدي من ليفل 12، وانك محتاج تعدي على مراحل كتيرة تكون فيها مبتدئ وتكون عادي وتترفض وتفشل وتجرب، وان مفيش حاجة هتيجي من الفصل الاخير. على قد ما هي بتعرفك برضو ان الحاجات مش محتاجة موهبة استثنائية او عبقرية، وانها لو محتاجة موهبة استثنائية او عبقرية فانت كان فرصك فيها اقل كتير من انها تكون محتاجة جهد وتدريب وتعب. وانه لما تشوف شخص ناجح حقق حاجة انت كمان عايز تحققها، ما تفكرش هو موهوب في ايه بشكل استثنائي، تفكر هو ايه الطريق اللي مشيه او ايه المقابل اللي دفعه من تمرين، تدريب، تعليم، جهد، تحمل للفشل، تحمل للملل، كل الاسمان اللي كان ممكن يحتاج يدفعها عشان يوصل للي هو وصل له. انك تفكر ان كل حاجة ليها طريق، وانك تاخد من احلام الطفولة الاحلام نفسها والطفولة اللي خلتك تقدر تحلم، بس ما تحاولش تاخد الوصفة من الطفل اللي كنته، تحاول تاخد الوصفة من عالم الكبار اللي بيعرفوا ان الوصول لأي حاجة بيقتضي انك تمشي طريق الاول، وانه كل حاجة ليها مقابل من التدريب والجهد والاستمرارية والصبر.